اهو يا جماعة، احسن صينية بطاطس طعم وريحة زي العسل. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل صينية بطاطس بالصدق. أحسن صينية بطاطس في الصدق في مطبخ أم ياسين على قد الإيد، ودلوقتي بمقادير جديدة ومختلفة مش هتلاقوهم في أي قناة. تعالي نشوف المقادير. بسم الله. هنقول أول حاجة بتاعتنا يا جماعة، هنجيب ربع صدق. ربع صدق قصيناه او قطعناه احسن. انا بقص بمقص الاكل المخصوص بتاع الاكل الحاجات بتاعتي. قصينا نص ربع صدق، وقصينا 4 5 قرون فلفل وفيهم قرن حامي، وعندنا كيلو بطاطس قطعناها ترنشات كده يا جماعه خفيفه، ترنشات خفيفه. تمام. وبصله كبيره، و4 حبات طماطم عصرناهم كده زي ما حضراتكم شايفين. يبقى مقاديرنا بسيطة اهي يا جماعة، ما فيهاش أي مشاكل. شوف هنعمل ايه وبمقادير جديدة وخطوات جديدة. وتعالوا نروح على البوتاجاز بقى نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة حطينا الطاسة بتاعتنا يا جماعة على النار زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحط فيها يا دوبك 3 معالق زيت كده. تمام. وهنحط فيها، هننزل فيها الصدوق والفلفل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما حضراتكم شايفين. كل حاجة قدامكم اهي، كل تكاتنا قدامكم اهي. واحسن حاجة الصدوق تقطعوه يا جماعة بالمقص، علشان كل ما هتقطعوه بالسكينة هيجوز من الناحية التانية، يبقى المقص ايه احسن. هنقعد نقلب لحد ريحة الصدوق ما تطلع. هنستنى لما يدبل شوية الفلفل وبعد كده هننزل. اهو يا جماعة الفلفل بتاعنا والصدوق دخلوا في بعض كده وريحة طالعة زي العسل. هننزل البصل. بسم الله. نزلنا البصل اهو معانا. هنفك البصل من بعض. هنسيبه يا دوبك يدبل شوية، حاجات بسيطة خالص، يا دوبك ثواني ثواني يا جماعة. ما نسيبهمش على النار كتير عشان لسه في اضافات نازلة. انا عايزة اشير كل المكونات كده بريحة الصدوق اهو يا جماعة. تمام. البصل كمان بقى في الخلطة اهو معانا. وبعد كده هننزل بالبطاطس بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا جماعة. هندخل البطاطس في الصدوق زي ما حضراتكم شايفين كده بسرعة. ما خدتش معانا اللي احنا نعمل حتى 5 دقايق. هنسيبها بقى كده يا جماعة قبل ما نحضر الفلفل والتوابل بتاعتنا. يا جماعة كل ده على النار من غير ما حطينا مية خالص ولا اي حاجة. يا جماعة قدامكم كل حاجة كده. هنجيب بقى يا جماعة معلقة ملح. بسم الله. فلفل، حطينا ملح وفلفل اهي يا جماعة. عندك ورق لوري عايزة تحطيه تمام، مفيش مشاكل خالص. ورق لوري اهو يا جماعة بيدي نكهة حلوة للصينية. هنقلب كده يا جماعة. ماشي. هناخد الطماطم بتاعتنا وهنصبها. بسم الله. هنصب بقى ايه الطماطم بتاعتنا اهي يا جماعة. ايه رأيكم في الشكل وريحة طالعة عليا زي العسل. هنغطيها بالمية كده. هنزود مية. تمام. وده يا جماعة هنغطيها بقى. المقادير بتاعتنا كده اتحطت، حطينا الملح والفلفل والحاجات بتاعتنا كلها وهنغطيها. وبعد كده شوية هوريها لكم لما تغلي وانتوا معانا وتابعونا. ودي يا جماعة اهي صينية البطاطس غلت غلوتين كده، قربت تستوي ان شاء الله. هندخلها الفرن يا جماعة، واما تطلع هوريها لكم بقى الطبق الاخير.
وده يا جماعة اخرة الطبق بتاعنا، صينية البطاطس، وشوفوا ريحة وده يا جماعة اخرة الصينية بتاعتنا. ما تنسوش تدعموا قناة ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.